السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. أهلا وسهلا. بس أتعقب الأخت رشا، ما الجميل في قوله من الكويت؟ تفضل. جزاك الله خيرا على ما تنفع به المسلمين. وإياك. تفضل. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة على إيه؟ على حلقة في المسجد. أي في صحيح مسلم الحديث، حديث الله ما أجلسكم إلا هذا. أيوة. حديث ثابت صحيح. نعم. ما المراد؟ بس في جزئية ما نقلت إلينا صفة الذكر التي كانوا عليها. هل كان مجلس علم، مجلس ذكر حي؟ ما في حي، لأن الرسول ما اشتهر عنه ذلك، لكن جلسوا يتدبرون في آيات الله، ينظرون في آيات الله، يفسرون كتاب الله. يعني حديث معاوية رضي الله عنه الذي مر بقوم في المسجد يذكرون الله، قال: ما أجلسكم هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونشكره على ما من به علينا من نعمه. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا، إلى آخره. هذا ما علمنا من هذا الحديث بوضوح صفة الذكر التي كانوا يذكرون الله بها. لكن لما أشكل علينا ذلك نظرنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية من غير حديث معاوية رضي الله عنه. ما السيرة العامة، ما العمل المستمر الذي كان يفعله النبي وأصحابه. ما وجدنا الصحابة جالسين في المسجد مثلا يقولون: حي 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 الله الله الله. ما وجدنا الرسول يفعل ذلك في أي حديث كان. فلذلك قلنا هذا الحديث مجمل، وانظر إلى الصفات التفصيلية لذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وذكر سائر الصحابة، مع الأخذ في الاعتبار أن الله قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والله أعلم. الله يكرمك.